فالنهارده الصراحه انا احب اشكر قوي محمد شحاته. عمل ماتش ما كنتش انا متوقعه. انا عارف ان هو بيلعب باك يمين حلو والكلام ده كله، بس برضه ايه ببقى حاسس ان هو ناقصه حاجه يعني. لكن النهارده ما شاء الله الدفاع كان مفتري قوي فيه، وزي ما قلت لك ايه، انت خطوره حرس الحدود بتبقى اساسا الجبهه دي. فهو كان معطل خالص اللعب بتاع حرس الحدود الناحيه دي، ما شفناش خطوره حرس الحدود عشان الجبهه دي متعطله. فكان السبب فيها هو طبعا ايه محمد شحاته، مع برضه المسانده بتاعت مصدق. بس خلينا نتكلم مثلا في محمد شحاته دلوقتي. فالفكره كلها بقى هو عمل عظمه جامده قوي في الدفاع، ما وقفش على كده، ده كانت بيعمل خطوره كبيره قوي في الجبهه بتاعت اليمين. كان بيطلع اكتر ما عمر جابر بيطلع وهو بيلعب. بس مش برضه بقول ان هو احسن من عمر جابر، يعني مش هو ده برضه مكانه او موقعه الاساسي. لكن النهارده عمل ماتش دفاعي وهجومي 10 على 10. حته ان فتوح كان معاه، كان دايما بيخش لجوه ويفضي له المساحه اللي هو يجري يطلع فيها. كان بيفاجئني بقى في حته ايه، ان انا ايمن بلعب برجلي اليمين، بس عادي خالص المدافع يخش عليه يقوم واخده عادي بيرقصه برجله اليمين وتبقى مظبوطه على الشمال، الاقيه بيرفعها 10 على 10 برضه. فمعنى كده الاتنين عنده واحد، والرفعات بتبقى عايزه يعني رفعه فيها حساسيه ان هي ارتفاع معين، الكلام ده كله كان بيجيب الحاجات دي كلها. طبعا شكر كبير قوي يعني لمحمد شحاته. حتى كان مشارك في كل الخطوره، اي خطوره موجوده في الزمالك كان دايما مشارك فيه. محمد شحاته بيثبت برضو كل ماتش عن التاني ان هو صغير في السن، او يعني 23 سنه، بس عنده قدرات تحسسك ان هو وصل للتوب فورم، ولسه كمان هيعلى عن كده، اللي هو بيوصلوا لها مثلا هم عندهم 26. فده يعني في حيز للتطور كبير قوي مع اللاعب محمد شحاته، اللي هو كلنا اعجبنا بيه من اول لما لعب. شفنا عنده حته الروح القتاليه اللي احنا افتقدناها من زمان، من ايام تامر عبد الحميد واللعيبه دي كلها. وادينا النهارده بنشوف اللي هو بيتكحرت في الملعب يمين وشمال، العب باك يمين هلعب باك يمين، العب في الوسط هعمل كل حاجه. الحاجات ديت برضو ان هو لعيب يبقى جوكر، فديت حاجه هتخدمه هو في اللعب. لا وعنده كوره كمان، مش مجرد روح اه وخلاص. وعنده كوره كمان هي ديت اللي بتخدمه بقى، ان هو هيلعب في اي حته. انا كورتي وموهبتي وقدراتي يعني مساعداني في حاجه زي كده، وبيطوعها بقى في اللعب براحته خالص. انت ما بتحسش بفرق، ما بتحسش ان الحته دي بقت فاضيه. مميز جدا الصراحه محمد شحاته، وفوق راسي يعني. واللي كان معاه بقى في الناحيه دي وكان خدمه جامد اللي هو دي كان صلاح مصدق. صلاح مصدق النهارده عمل برضو ماتش، بعيدا بقى عن حته ان هم قفلوا خلاص الجبهه بتاعت حرس الحدود دي، هو محمد شحاته قافلينها ضبه ومفتاح، مفيش حد هيعدي من الناحيه دي. الاثنين كده كده. مصدق في الدفاع نديله 90% او 9 من 10، وانت يعني تديله تعظيم سلام كمان عليه. هو كده كده في الدفاع احنا متفائلين بيه خير وكل حاجه. بس النهارده كمان المشاركه بتاعته الهجوميه كانت واضحه قوي، يعني ما كانش بيكتفي ان انا واقف ورا محمد شحاته وهامنه، لا الماتش كان بيسمح له، او اللعب كان بيسمح له ان محمد شحاته لما بياخد الكوره هو كمان يفتح له. وحصلت في كذا مره هيحصل عطله ولا حاجه في اللعب، هو تلاقيه هو اللي واقف في مكان صح عشان ياخد الكوره ويدي نفس للهجمه تكمل. وظهرت قوي كمان في الجون اللي هو الاول، يعني اللي هو البيلن. بس بدايه الجون الاول كانت برضو ايه، بس هو كان طالع اساسا على اساس هي كانت ركنيه. بس الكره لما اتردت ما رجعش على ورا على طول وقال لك خلاص انا اهم حاجه عندي الدفاع بتاعي، لا هو فاهم طريقه اللعب، فاهم ازاي هيخدم الفريق. فبالتالي لقى زحمه في المنطقه ديت والكره متطرفه على الناحيه اليمين، ما فضلش في مكانه وقال لك هيرفعها ويعملها بالهيد. شاف مساحه ممكن هو هيشغلها تبقى كويسه وهيستفيد منها، وده اللي عمله. انفتح على طول ورا المدافعين كده، وقف لوحده خالص، ادى اوبشن حلو او اختيار حلو لحامل الكوره ان هو يعرف يبصيله حاجه زي كده، والهجمه زي ما قلنا ايه يديها نفس جديد ويعرف يكملها بجون. وده اللي حصل. الكوره بعد ما جات له اما عرضها قعدت تخبط كده شويه، وصلت للونش شاطها جت في ايد وبيلن وهكذا، والجون الاول جه. فطبعا هو مشارك مهم جدا في حته ان هو ايه نجيب الجون الاول ده. فمعنى كده ان هو مش في الدفاع بس بيعمل اللي عليه، لا ده كمان في الهجوم مؤثر جدا اهو معاك. ودماغه حته ان هو بيقرا الملعب ماشي ازاي، وايه اللي هخدم الفريق فين بالظبط، بموقعها هيبقى فين ساعتها، ديت حاجه تسقف له عليها يعني. حلو مصدق عجبك؟ لا بصراحه وكل اللي انت بتقوله ده هو الراجل اكتسبه من مرور الوقت في الزمالك بقى يعني. وكان في اول ما جه فعلا ما كانش فيه اللي انت بتقوله ده خالص. ومتعلم برضه. هو متعلم، بس انت لو تفتكر انت اول ما جه خالص انت اللي كنت بتقعد تقول عنه ان هو حتى ما بيحاوش يشترك مع الفرقه في كوره. كورته مش احسن حاجه.
لا هو دلوقتي فعلا بقى اشجع، بقى خلاص بيفضي نفسه، انا عايز الكوره، بصوا لي الكوره انا موجود معاكم يعني. اللي عجبني في الجون الثاني بتاع الزمالك اللي جه، انت دلوقتي كانت هجمه عليك والمنافس يعني او حرس على حدود اللعيبه وقعت وقال لك فاول ونرفع ايدينا وبتاع، في اوقات كتيره وانت كسبان كنت تستسهل الموضوع ده وتقوم موقف اللعب. لكن هو خلاص انت كان داخل عليه شايف ان هو ما عملش اي التحام يعني يتسبب ان هو يبقى فاول، وفي فرصه ان انت عندك في ناس فاتحه لك قدام والمنافس بتاعك مش مركز اصلا في اللعبه، مركز في ان هو بيتخانق. فهي فعلا عايزه كده، عايزه سرقه، لو احنا هنسميها سرقه فعادي خالص، حته اللي انت تاخد الكره على طول تبعتها لقدام ومفيش حد مركز، ودوت اللي حصل. بس الغريب ان اللي عملها كان مين؟ كان مصطفى شلبي. مظبوطه قوي 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 يعني هي حسنه طبعا عملها لنا يشكر عليها وبس كده يعني، مش هقدر اتكلم اكتر من كده، مش هقدر ازيد مع مصطفى شلبي الصراحه. تستغربها اساسا انها طالعه من مصطفى شلبي. انا قعدت اعيدها كذا مره عشان اتاكد هو فعلا مصطفى شلبي اللي رافعها ولا حد عبد تاني الله يعني. السعيد كده بالظبط، انا قلت يا بنتك يا عبد الله السعيد، ما مش هينفع حد تاني. بس عملها بيرفكت 10 على 10 رايحه، وناصر منسي بقى ايه واخدها جري، عارف ان هي هتجيله في المنطقه الفلانيه، ومصطفى خدمه فيها ولعبها له بالظبط زي ما هو عاوز. وتيجي بقى على ناصر منسي، انت يا باشا تدلع زي ما انت عايز وارقص زي ما انت عايز وافرح وبراحتك خالص. انا واحد كان رايي فيك اللي انت مش مهاجم كبير، بس انا رايي ملوش لازمه، ومش انا بس يعني، انا كده كده رايي ملوش لازمه، واي حد تاني هيقول رايه هو ملوش لازمه. راجل هداف الدوري اهو. بالظبط كده، انت يا باشا اعمل اللي انت عايزه، انت الموسم ده الموسم بتاعك والايام دي بتاعتك، انت تتدلع زي ما انت عايز. خدها وجري بيها، والفينش بتاعه برده مش فينش واحد يعني اول مره اشوف كوره ولا واحد عرباجي بيلعب كوره، لا ده فينش واحد فنان بيلعب كوره. لو ميسي اللي جابها هنقعد نتنطط بيها ونشيرها لو كانت ميسي او رونالدو لو خدت الاف اللايكات. بالظبط كده، فيعني لا ناصر منسي فنشها تفنيش عالمي برده يعني، ونقعد بقى نقول الشيب ومش شيب وده كان اتعلمها ازاي ولازم تتلعب بالنقطه معينه في القدم بتاعت اللعبه عشان ناصر بقى ايه الحاجات دي كلها. انا كده كده جاي من الارياف وعارف الكلام ده كله اساسا، بنلعب بكره شراب من زمان وفي تفنيش عالمي ان كان الله معك فمن عليك، صح؟ ده حقيقي. وده حقيقي. ف زي ما قلت لك ايه، احنا برضو نسقف لناصر منسي والحمد لله ان هو معانا في فريقنا، وده برضو سبب من الاسباب ان ممكن تلاقي في جماهير من الزمالك ساعات بتشجع بيراميدز، مش عشان يعني فكره ان هو بينافس الاهلي دلوقتي، بس عشان كان ناصر ماهر بيلعب في يوم من الايام في بيراميدز. ماشي.